ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في شرح للجزء الثاني من برنامج كامتازيا ستوديو 9، واللي فيها نتعرف على اهم الادوات والقوائم اللي موجودة في البرنامج. واللي ما شافش الجزء الاول يقدر يشوفه من الاي اللي فوق على الشمال. ودي بتعمل زي سبوت لايت على جزء معين من الشاشة. ودي وكل الادوات دي هنتعرف عليها ان شاء الله بالتفصيل في فيديو اخر. وهنيجي في الجزء اللي بعده هنلاقي برضو بعض الادوات، ودي اللي فيها زي انيميشن شوية، زي مثلا الدايرة بتتحرك وهي بتلف على الحاجة اللي انت حطيتها عليها، يعني سواء كلمة صورة ايا كان. ونفس الحكاية في كل الستيكرز اللي موجودة هنا. ودي لو انت عايز تقول للناس ايه الاختصارات، يعني زي ما انا مثلا دلوقتي قلت احنا علشان خاطر نرجع بندوس كاترل زد، فبتقدر من خلال برضو التولز اللي موجودة عندك دي انك تظهر قدام الناس على الشاشة انت بتدوس على ايه في الكيبورد، ممكن من غير ما تتكلم. نيجي عند تالت حاجة اللي هي الترانسيشنز، او زي ما بيقولوا باللغة العربية الانتقالات. والانتقالات دي موجودة او معروفة لمعظم الناس، اللي هي بيسموها دخلة الفيديو، او يعني الحركة اللي بتبقى موجودة ما بين المقطع والتاني. زي ما احنا شايفين، مجرد ما بنقف على اي واحدة دي بتكون الدخلة بتاعة الفيديو، او الانتقال ما بين صورة او تانية، او الانتقال ما بين مقطع لاخر. ده بالنسبة لوظيفة الامر ده او التولز دي. نيجي للتولز اللي بعدها واللي هي behaviors، او يا ريت اكون نطقتها بشكل صحيح. ودي اللي بتقدر تعمل لك اكشن، حركة بتبقى في الكلام اللي انت بتكتبه. يعني حبيت تكتب كلمة معينة فعايز تخلي ليها اكشن، تعمل حركة في الكلمة ديت. زي ما احنا شايفين، مجرد ما بنقف على التولز ديت بيورينا الايموشن بتاع الكلمة زي ما احنا شايفين كده. نيجي عند التولز اللي بعدها واللي هي الانيميشنز. والانيميشنز دي وظيفتها انك بتحرك جزء من الشاشة في اتجاه معين مع اتجاه حركة الامر بتاعك. بمعنى ان انت مثلا مش عايز تظهر الشاشة كلها، وعايز تظهر بس الجزء اللي بيحصل فيه حركة في الشاشة، او اللي انت بتشرح فيه في الشاشة. فتقدر من خلال الاداة ديت انك تحدد الجزء معين اللي بيتم فيه الحركة في الشاشة، او اللي انت بتشرح فيه، ان يدخل عليها زوم وتبتدي تشرح اللي انت عايزه في الجزء ده. وده بينقسم لقائمتين زي ما احنا شايفين، قائمة الزوم ان وقائمة الانيميشنز. قائمة الانيميشنز ديت واللي من خلالها بتقدر تتحكم في شكل الانيميشن او الحركة اللي انت عايزها لما تيجي تخش زوم على الجزء اللي انت عايز تشرح فيه. زي ما احنا شايفين لما بنيجي نقف على التولز دي او الانيميشنز دي، بتقدر تشوف ايه بالظبط الحركة اللي بتتم عشان تختارها انها تكون موجودة في الفيديو. ده كان بالنسبة للقائمة او التولز الخمسة اللي موجودة معانا. في بعده اللي هو الكروس افكتس. في عندنا التولز الستة، ودي اللي هي يعني تأثير النقرات او تأثير حركة الماوس او ايا كان المسمى بتاعها. ودي بيكون وظيفتها انها بتعمل زي لايت او اضاءة او سبوت حوالين حركة الماوس لو انت بتشرح شيء على الكمبيوتر. ودي بتنقسم لثلاث قوائم زي ما احنا شايفين. كل قائمة ليها التولز بتاعتها، واللي
بيبقى ظاهر فيها الحركات اللي بيتم وانت بتحرك الماوس بتاعك زي ما احنا شايفين. نيجي للتولز السبعة وهي قائمة تسجيل الصوت، واللي بتقدر انك تسجل فيها صوتك او تعمل شرح بصوتك زي ما احنا شايفين كده. بيبين لك زي ما احنا شايفين في الشاشة حركة بتاعة الميكروفون. ومن الجميل في البرنامج ده اللي انت تقدر من الاسفل انك تكتب السكريبت اللي انت عايز تقوله للناس عشان خاطر ما تنساش. تقدر تكتب هنا اي شيء، وليكن مثلا كلمة السلام عليكم زي ما احنا شايفين، تقدر تكتبها وتقرا السكريبت كله. يعني تقدر تكتب السكريبت بتاعك وتقوله للناس من غير ما تغلط، مجرد بس تقرا السكريبت على الشاشة. نيجي للتولز اللي بعدها واللي هي الايديو افكتس، اللي هي مؤثرات الصوت. هنلاقي عندنا حوالي 5 مؤثرات، اللي هو النويز ريموفل ده اللي هو مانع الضوضاء. هنيجي الفوليوم ليفلينج بيحسن من جودة الصوت، وتقدر برضو تتحكم من خلاله في ارتفاع الصوت وانخفاضه. الفيد ان ده لو انت عايز ترفع دخلة الصوت، لو انت حاطط مقطع صوتي وعايز ترفع البداية بتاعته تكون اعلى من رتم الاصوات او المقاطع اللي قبله، تقدر تحطها في بداية المقطع بتاعك. اما الفيد اوت ده لو انت عايز توطي الصوت نهاية مقطع الصوت، يعني لو انت هتنتقل من مقطع صوتي لمقطع صوتي اخر بتحطها في اخر المقطع الصوتي، بيبتدي الصوت ينخفض تدريجيا مع مرور وقت الفيديو. طبعا كليب سبيد دي باينة من شكلها، دي بتتحكم في سرعة الصوت. عندنا في التولز اللي بعدها الفيجوال افكتس، دي بتبقى مؤثرات الفيديو، وهي كل واحدة فيهم تولز. زي مثلا عندنا الشيء المهم جدا ده اللي هو ريموف ا كولر، اللي هي الكروما، اللي انت لو انت جايب فيديو كروما او بتصور نفسك وراك كروما سواء خضرا زرقاء او ايا كان اللون بتاعها، تقدر انك تخفي الكروما وتحط خلفية ورا زي ما احنا شايفين في الايموشن او الحركة اللي موجودة عندنا في الفيديو، بتظهر لك ايه وظيفة التولز دي بالظبط. والكليب سبيد دي هي نفس اللي احنا شفناها، بس وظيفتها انها بتسرع الفيديو نفسه، وتقدر كمان من خلالها انك تبطئه. والكارز دي تقدر من خلالها انك تحط طبقة من اللون على الفيديو. يعني لو عندك فيديو فيه اختلاف في الالوان او خلل في الوان الفيديو، تقدر انك تحسن من لون الفيديو من خلال الاداة ديت. طبعا عندنا مجموعة من الادوات التانية اللي هنتعرف عليها فيما بعد، زي مثلا ديت بتقدر تحط بار حوالين الفيديو، ودي بتحط ظل او شكل ظلي حوالين الاطار بتاع الفيديو. اما الديفايس فريم دي بتقدر تحط الفيديو نفسه جوه فريم، يعني تقدر مثلا تحطه في لوحة، في موبايل، في لابتوب، ايا كان الفريم اللي انت عايز تحطه فيه. وبرضو الاداة ديت هنتعرف عليها في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، وانا يعتبر شرحت لكم اهم الادوات اللي بنشتغل بيها في الفيديو، في مونتاج الفيديو. وبكده يكون انتهى شرحنا، وان شاء الله هيكون في فيديوهات جاية لشرح افضل وتفصيلي اكتر عن الادوات ديت، وهنشتغل على بعض الفيديوهات وهنشوف ازاي نقدر نحط صور على موسيقى ونعزل الصوت عن الفيديو. وانتظروا ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية. ولو حد عنده اي استفسار ياريت يسيبه في كومنت اسفل الفيديو. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وياريت للناس اللي مش مفعلة زر الجرس ترجع تاني وتتأكد إذا كان زر الجرس متفعل ولا لأ، عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في سلام الله.